يصعد كاميرا أحلام الشباب أن تكون مع الكابتن غزالي. كابتن غزالي، كلمة تقولها للشعب السويس في عيد تحرير السويس من العدوان الصليبي. كل سنة وشعب السويس بخير وشعب مصر كله بخير. وإنما خصوصية السويس إن هذا اليوم تتويج بتضحيات ووجود شعب السويس وشبابه، والجدير بيه إن احنا نتكلم نحيي فيه الشهداء ونكرم الشهداء فيه. خليهم يا بلدنا لما نصرك يبقى عيد. علي محرم ابن قلبي مصطفى واخوه سعيد، خليهم يا بلدنا، خليهم يا بلدنا وايدي منهم نور صباحك. خلدوكي هم قبله لاجل ما تعود البراحك. ابراهيم سليمان واشرف، احمد ابو هاشم في اشرف، ملحمه والمولى حافظ، ندهتك فايز يا حافظ، والسويس أدان ومدنة. خليهم يا بلدنا. أجمل ما نقدمه للناس في السويس إن إحنا نستفز هممهم لتذكر تضحيات الشهداء العظام دول اللي في السويس مليئة بالشهداء من كل نجوع وكفور مصر. ذكريات حضرتك اليوم دوت تفاصيله فاكرها؟ الذكريات بحاول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ احكي لنا حاجه بسيطه. المكنه بتاعتك قد كده ما بتستحملش الذكريات. هتستحمل، بس عايزين جزء بسيط نقول لاولادنا عشان يعرفوا تاريخ السويس. ولادنا عارفين الكتف، احنا بس نسيب ولادنا يفهموا. نسمح لاولادنا ان يفهموا، ما نفرضش عليهم الابويه الكاذبه دي. المدرسه والجرايد والاعلام هو بيقول وينزل. انما في السويس واحنا كل بلد بتحتفل بالعيد القومي، المفروض شبابها المثقف والواعي والاجهزه المسؤوله ترتقي بالشباب ده وتقدم له خبرات وتجارب مكتوبه، وفي المدرسه كتيبات الناس تعرف المدارس بتاعتهم فيها ايه، الناس تتكلم يعني. انما في الهيصه دي والظروف الاستثنائيه دي او الناس بتفرح على قد ما تفرح، واحنا بنغني على قد ما بنغني. وتعظيم سلام للرجال الصلب وقلوبها الحمام. تعظيم سلام للسويسة الفل حراس السلام. تعظيم سلام يا مصر دايما في العلالي. روح يا الحمام بص للسويسة وقول ولالي انا من السويس. سمعونا احلى كف وقولوا تاني على السمسمية للصباح غنوا الاغاني. يا سويسة انتوا عنوان البطولة والشهامة شامة فوق كتف الرجولة. غالية السويس الشهداء دفعوا مهرها، أصل النهاردة عيد بطولة شعبها. تعظيم سلام يا مصر دايما في العلالي. روح يا الحمام بص للسويسة وقول ولالي أنا من السويس. لو حضرتك تفتكر إن اليوم دوت في أقاويل بتقول إن محافظ السويس ساعتها كان عايز يسلم المحافظة. الكلام ده مش صحيح تاريخيا، ويعني الكلام الكلام ده مش صحيح، وانه ما كانش المحافظ وقتها الله يرحمه ويسامحه بقى ما كانش يملك ده. وان المحافظ ده موظف عمومي بيعتبر بامر الدوله، وان دي ظروف الكتب عنها بتكتب كل يوم والتاني. يا ريت بجانب الحاجات اللي بتعمل بيها تقري وتتابع القراءات والكتابات اللي اتعملت بعد كده. واخد بالك لان التاريخ اصلا يعني بقى متعدد الاغراض. التاريخ عمال قوي كل واحد بيقول اللي هو عاوز يقوله. انما بعد 42 سنه التجارب دي راحت من ناس كتير، انما الكتب مليانه حقائق. يعني الاشاعه دي مين طلعها او طلعت ازاي وقتها؟ زي كل الناس اللي قاعدين ما بيعملوش ولا حاجه فبيجيلي كل حاجه.
ها؟ احنا عايزين بس نظر للتاريخ للعالم كمان. والله نجي الكتب يا ان بابا. محافظ السويس راجل كان راجل وطني وما وطني تخلاش طبعا. عن السويس، وان هو بص يا دافع عنها ستي. لحد اخر بص لحظه. يا ستي، انا الله مع يرحمه التاني. ويسامحه، انا عايشته وانا كنت قائد مقاومه شعبيه وهو موجود، اه واشهد احنا بانه بس راجل اه كان نبيل وعلى خلق وفلاح اصيل وقياده عظيمه، انما الموقف ما كانش بتاعه. مم. ده موقف العدو محاصر الجيش الثالث بكامله، ايوه. مش المحافظه، الجيش الثالث بكامله، مم. ومطلوب منه اخذ قرار ما يقدرش عليه، بيتصل بالحكومه مم. يقول لها انا عندي ايه والامكانيات ايه وكده يعني. مم. وطبعا الحكومه مش هتقول له سلم، وحصل شويه المتقاعسين واللي ما كانوش بيعملوا حاجه واللي ما يسويش ولا حاجه في الاخر هم اللي بيقولوا الكلام الفارغ ده. هم اللي طلعوا الاشاعه دي. ويبرروا تقاعسهم بتاع ويلزقوه في الاخرين. والراجل طبعا كان راجل بطل بطوله فاروا بيها يعني انا بقول لك الكثيرين. عايشته. مم. انا كان يعني الناس كتير قوي بتصير على الحكايه دي. انا كنت قائد احد قاده المقاومه الشعبيه والناس الايه المشهورين كمان. مم. يعني كان الراجل ده كل ما ينزل السويس، اول ما ينزل السويس يجيني يقعد معايا في الخندق انا والناس. الواقعه دي واقعه صعب، واقعه صعب. ايوه. الجيش الثالث والسويس وصلت 101 يوم. مم. محافظ ايه اللي يعمل ايه ده؟ مم. المحافظ ده معاه مستشار عسكري ومعاه مدير تموين ومعاه بيسألهم هل احنا نقدر نصمد قد ايه ونقدر نقاوم بقد ايه وكده يعني. وكان بيبلغ القياده وبتاع. حكايه انه الاتهام ده صح. مم. سهل انك تهنك بحاجات بالصح. احنا عايزين نعمل شهاده حق لهذا الرجل، يعني اتعمل له مليون شهاده. رجع له في التاريخ ان هو يقروا الكتب، الناس اللي لسه عندهم دم ويقولوا في الكلام الفارغ ده يقروا كتب. مم. كتب كتير يعني يعني عن صفة الراجل ده، وهو مات في ذمة الله بقى في ايدين الرحمن يغفر له. انا شهادتي انه كان راجل محترم ووطني وفلاح، مش بس وطني، فلاح وغيور وبيحب مصر جدا. شهادتي اللي انا عشتها معاه. ابعد من كده كان في بقى اتحاد اشتراكي وورديه من نبطشيه كانوا كحيانين وعمالين العافيه، ولا دي هم اللي اطلقوا على الكلام عشان هم يبانوا، عشان هم يظهروا. هم كانوا مستخبيين وما كانش ليهم ريحه ولا اسم بس. وبعدين ال 42 سنه اللي صدرت عشرات الكتب اللي بتوضح الحقائق اللي انا ما اعرفهاش كمان. يعني في حاجات كده وانا ما اعرفهاش. قالتها الكتب وقالتها الناس اللي كانوا موجودين. شهادات كتير قوي تنصف الراجل. وبعدين ما بقاش قضيه تبرئه محافظ، وبعدين احنا بنحتفي بتضحيات الناس. والسويس كانت وقتها قد المسؤوليه، وكنا بنغني قد القول، دايما يا سوايسه قد القول، واكبر من القول في قلوبكم قبره اكبر من القول. يا قمر يا صاحبنا فاكر سهرتك وسط العساكر، والحبيبه الحلم هي مصرنا الجايه الفتيه، والرجال الشمس صاحيه تغزل النصر على النور. قد القول كنتم يا سوايسه قد القول، يا قمر ودحنا تاني التقينا ويا الاماني، يد واحده همه واحده والرجال الكافي صحبه، عشنا يوم القيامه واكتر، وكان ندانا الله اكبر جبنا الصباح من قلب الغول، لفت الايام ودحنا في السويس عاشقين كفاحنا، غنوه الكروان شاهدنا، اصل بكره واصل عدنا، حي على الحب اللي يبني مصر الحره عرض وطول. قد القول دايما يا سويسه قد القول. مصطفى